بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. كل سنه وحضراتكم طيبين ان شاء الله. النهارده لو عندك ازايز فاضيه اوعي ترميها. هتعملي بيها ايه يا يوسف؟ تعالوا، ده احنا هنعمل بيها شويه منظمات عسل ان شاء الله هتعجبكم. الازايز الفاضيه اللي زي دي ما ترميهاش، اغسليها واركنيها وتعالي تشوفي هنعمل بيها منظمات ازاي. اهي انا شوفي دي، انا قصه دي واحده منهم اهي، نعمل منهم منظمات، نعمل منهم قمع. بصي تعالي هوريكي ازاي. تعالي نركن بس دي على جنب كده وتعالي اوريكي الازايز الصغيره الكبيره، اي ازايز عندك لو عندك اوعي ترميها. هنعمل منها شويه منظمات عسل ان شاء الله. مش هنحتاج نشتري منظمات خالص للمكرونه وللرز وللدقيق وللشاي والسكر والملح، لكل حاجه. وللسكر اهم حاجه. للسكر اهم حاجه ليه؟ علشان قولوا معايا الصيف والنمل. النمل ده بيخترق اي حاجه في الكون. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه افك بس دي كده عشان اعرف اتحكم فيها واطبقها كده، لكن لو انا فضلت قافلاها مش هترضى تطبق وتروح وتيجي معايا. همسك كده من عند اخر العنق من هنا كده، مش من فوق خالص بقى، من هنا من الحته الصغيره دي. بس انا انزل شويه الكاميرا عشان اوريها لحضراتكم. اهي امسكها كده اهو، واجيب سكينه بقى مشرشره، اي سكينه عندي، واعمل بس كده حته، مجرد بس ما اعمل كده عشان اعرف بس ادخل فيها المقص. وهمسك المقص وامشي بقى ايه كده حوالين داير اهو. بصوا حبايبي اهو، سهله جدا ومش ما فيهاش اي صعوبه. اهي بالراحه كده، وبعد ما تتقصيها هتسويها تاني. خلي بالك بقى ايه لازم تسويها، ما تخافيش، ما بتعورش ولا حاجه. هي تطلع معاكي بورد بس مش مشكله، احنا هنظبطها دلوقتي اهي، لان هو المقص ماشي ايه مع نفسه. نركنها بقى دي كده، مش عايزينها. شايفين اهي هي طالعه بوربه اهي، لا نظبطها احنا بقى ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. لو عندك كمان الازايز الكبيره هتبقى احسن من دي كمان، دي صغنطوطه شويه. بس لو عندك بقى الازايز الكبيره اللي هي 2 رتل ونص دي حلوه دي خالص. بصي ساوي كده، امشي كده معايا بالراحه، مش معايا انا بقى، مع الازازه امشي حوالين داير كده مع الازازه عشان ما يبقاش فيها اي حته تعور. شايفين ما شاء الله عليها اهي خلاص، وهتتمسح دلوقتي من جوه. هاجي بقى على الجزء التاني ده كده، جزء اهو، ده ممكن تعمليه قمع، انا مش محتاجاه خلاص. ده انا هعمل بحاجه تانية قمع. انا عملت قمع بالجميل ده، شكلها حلو كده وكبيره. دي قمع ليه؟ باجي انزل الملح في البرطمان، مش ببقى عارفه انزله ازاي، فدي هحطها كده وتبقى سهله عليا انزل منها الملح. هنزل دي كمان. لا دي بقى مش عايزه من فوق، انا عايزه ده، عايزه دي، عايزه لها غطا، عايزه للجزء ده غطا. هعمل له غطا دلوقتي. اغطيه من ايه؟ بالحته دي. اخد الجزء اللي تحت ده، تعالوا بقى معانا هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. امسكيها من هنا وطبقيها كده، واقطعي بقى من الحته دي كده، خلي الغطا طويل شويه. اتحكمي بس فيها الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. رايحين فين؟ اتحكمي فيها عشان تعرفي تقطعيها. خلي بالك من ايديكي وانت بتقطعي، ربنا يسترها ان شاء الله. بصي بقى كده، وبعد كده هنظبط زي ما قلت لحضرتك. الفكره طبعا واضح. انا وريتك ازازه وانا هعمل باقي الازايز مع نفسي عشان خاطر ما اطولش عليك الفيديو، بس انا وريتك الاول بنعمل ايه. ده ايه الازازه ده منظم اهو، وعملت اخوه بس من القاع من تحت. بس هنقص بقى ونظبط كده عشان ما تبقاش فيها اي حرف يضايقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على سيدنا النبي وحطوا لايك من ايديكم الجميله، وارفعوا بقى الفيديو بالكومنتات الجميله الحلوه بتاعتكم ودعواتكم القمر اللي زيكم، ولكم بالمثل حبايبي. شايفين ده مش عايزينه في حته اهي، لا مش محتاجين خالص اي حاجه تاني، زي الفل اهي. شايفين اهو، ده الدليل ان هي ما تخافيش ما بتعورش، والله وبدوس جامد. ده شايفين بتكي جامد على ايدي وما بتعورش خالص خالص. تعالوا بقى نمسحها بالفوطه بتاعتنا الجميله، ما يبقاش فيها اي نقطه ميه اهي. خشي كده وامسحي، عشان هي طبعا انا كنت غسلاهم ومكنتش عارفه انشفها ازاي. طبعا قلت بعد ما اوصها اجي منشفاها تنشيفه حلوه، عشان لما اجي احط فيها اي حاجه من خزين البيت الميه ما تبهدلش حاجتي. خلاص دخلي كده الفوطه كويس ونضفي كده، هي نظيفه طبعا، امسحي بس ونشفي كويس اهو. فوطه مطبخ نظيفه كده زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط، من بره ومن جوه، خليناها زي الفل. نلم بقى الكراكيب اللي احنا عملناها دي. تعالوا بقى هنا، انتوا صاحيين ليه؟ نلم كله ده. الغطيان دي مش بتترمي، والحتت البلاستيك دي مش بتترمي،
زي ما قلت لحضراتكم انا بلمها وبحطها في كيس على جنب كده، بنعمل بيها ايه؟ ده كنز البيت يا جماعه. بنلم شويه الحاجات اللي بتترمي في الزباله ونبيعهم. خلاص دي مش بيترموا، هركنهم بعمل بيهم كل شويه كيس وابيعهم. وريته طبعا لحضراتكم في فيديو موجود، عجب الناس جدا. في ناس كتيره كانت مش عارفه بتودي الحاجات دي فين، وفي ناس كتير عارفه الحكايه دي زيي وبتعملها. بصوا بقى ده غطا اهو، تيجي عامله كده. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ استنوا بس نظبط الحته دي عشان دي طالعه ببق كده اهي. بسم الله اهي. ايه رايك في المنظم الجميل ده؟ تعالى اوريكي ده كمان القمع اللي نركنه عادي. شايفه؟ دي واحده تانية هي انا كنت عاملاها ومسحاها وكل حاجه. تمسكي كده وتيجي مدخله دي قد اهي اهي. احلى منظمات دي ولا لا؟ شايفين الجمال؟ والله تحفه يا جماعه. الفكره دي كنت عاملاها الاول وعجبت ناس كتير جدا. وطبعا في ناس كتير قالوا لي لا ده غلط والازايز دي ما تنفعش وغلط على الصحه ومش عارفه ايه. فيا جماعه ما تصعبوش علينا الحياه، ما تصعبوش كل حاجه. مش كل حاجه تقولوا عليها غلط ومش كل حاجه تقولوا عليها ما تنفعش. لا هي تنفع ان شاء الله بامرك انت يا رب، بتنفع وبتقضي حاجتنا. من كل وقت للتاني باجي ماسكاهم يغسلهم، لقيتهم حلوين بغسلهم واحط فيهم تاني الحاجات بتاعتي. لقيتهم خلاص يعني بدأت الوانهم تغير او الجوده بتاعتهم مش حلوه زي كده، باجي عامله ايه؟ بتخلص منهم، مش بربيهم طبعا، باخدهم بحطهم في الكيس اللي بلم فيه حبايبي الحاجات بتاعتي اللي ببيعها، وايه واجمع شويه حاجات حلوين ونبيعهم. مفيش حاجه عندي ان شاء الله ان شاء الله بتترمي. دي هتحطي فيها ايه يا يوسف؟ نحط رز، سكر، مكرونه، شعريه، اللهم صل على النبي، اسباجيتي، ازاز. في ازاز طويله شويه اطول من دي ممكن تطوليها شويه تعملي اسباجيتي فيها. ايه تاني يا يوسف؟ ادي كمان قمع اهو، قمع جميل ما شاء الله عليه تحفه. ممكن تعملي بيه ايه بقى؟ الممبار داخل عليكي العيد الكبير، هتعملي ايه فيه؟ هتمسكي الممبرايه هتيجي حطها في البق هنا، تدككي كده الممبرايه في البق ده، وبعد كده تيجي حاطه الرز من هنا وماسكه من هنا، وتفضلي بالمعلقه تنزلي 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 من هنا كده كده لحد ما تملي الممبره بتاعتك، من غير تعب ومن غير ما الممبرايه تفلت من ايدك ولا الكلام ده كله. بس انا عاملاه مش عشان الممبار، انا الحمد لله بملى الممبار بسرعه يعني، وما بعملوش كتير يعني. انا كل حلو مين لما بعمل ممبار، لان انا اللي باكله وجوزي بس، محدش بياكله غيرنا، فما بعملوش كتير. لكن انا دي عاملاها مخصوص عشان الملح لما باجي اعبيه في البرطمان الكبير بيتعبني شويه علشان عين البرطمان صغننه، فدي هتبقى سهله عليا احطها كده في بوق البرطمان وانزل الملح منها. خلاص انت شايفه في تعجينه. خلاص هاجي بقى اجيب الازاز الصغيره دي كمان نفس الكلام بالظبط. اقص واحده قدام حضراتكم واكمل الباقي مع نفسي عشان ما اطولش عليكم الفيديو واضايقكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هقص كده، هي دي السهله اتقصت على طول عشان بقى هي صغننه كده وفنوعه، اتقصت على طول. نركن دي ونجيب اخت ليها عشان نعمل واحده تاني من فوق واحده من تحت. فك الغطا زي ما قلت لحضراتكم عشان تعرفي تمسكيها. بسم الله الرحمن الرحيم. بعتذر بقى عشان الصوت ده، انا بحب اعمل الفيديوهات اصلا بصوتي، ما بحبش امنتج واسجل ولا الكلام ده كله، بتضايق جدا من التسجيل. بحب كده ابقى معاكم كده على طول مباشره. بصوا حتى لو غلطت مش بعين اي مونتاج ولا ادخل الفيديو المونتاج ولا اي حاجه، والله العظيم زي ما انا كده بتلقائيتي كله كده مع بعض. لا دي عايزه تتظبط شويه علشان الحرف بتاعها مزجزج، والزجزاج ده ممكن يعور في الايد. انا بقول لك اهو اظبطي كده المقص حوالين داير ولفلفيها كده بالظبط اهو، واضحه طبعا اهي. تفضلي تلفي كده لحد ما تظبط معاكي لحد النهايه اهي. بسم الله ما شاء الله جميله اهي. خلاص اهي. تعالي نعمل اختها عشان نظبطها. عشان شايفين طالعه ببروز ازاي؟ البروز دي بتعور لو سبتيها بالوضع ده وجيتي تاخدي منها شويه اي حاجه. شايفه من جوه كمان في بروز اهي، هتضايقك جدا وتعور ايدك لا قدر الله يعني. بصوا حبايبي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا شفيع يوم الدين يا رسول الله. الف صلاه وسلام عليك يا رسول الله. صلوا على سيدنا النبي وحطوا لنا لايك حلو من ايديكم. الف صلاه وسلام عليك يا رسول الله.
اعرفها ازاي اعملها كده، بس ما تعملهاش برده زي كده، ما تتكيش قوي على ايدك عشان ما تكونش فيها لا قدر الله حرف وتعورك وترجعي تقولي ام يوسف قالت كده وايه وتدعي عليا، لا قدر الله يعني. ربنا ما يجيبش حاجه وحشه لحد ابدا يا رب، اللهم امين. اهي شوفوا دي، يا سلام يا سلام يا سيدي يا سيدي على الجمال والحلاوه. شايفين؟ ادي دي ممكن تحطي فيها ملح، تحطي فيها شاي، ممكن تعملي مجموعه من دي. ممكن تقصريها شويه الاول، ممكن تقصريها شويه لحد هنا وتعملي منها مثلا 6 او 7 او اي رقم ما انت عايزاه، اي كام واحده انت عايزاهم. تعملي منهم فلفل اسود وكمون وكزبره وبهارات وشطه. بصي تعملي منها مجموعه من التوابل كده في دي، هتبقى طقم توابل تحفه تحفه. جربي وهتعجبك جدا. ممكن كمان تحطي عليها زينه رمضان لو انت ولو احنا في موسم رمضان، يعني لو حابه تزينيها بحاجات رمضان ممكن تحطي عليها لو احنا عشان خاطر دخلة العيد الكبير ممكن تحطي عليها خروف تزينيها بالحاجات الجميله دي لو بتحبي تزيني بالحاجات دي. كنت اقول لحضراتكم ايه كده. خلاص انا عملت دي، هعمل كمان واحده وارجع لكم تاني اوريكم بقى نحط فيهم ايه. خلاص كده خلصت كل الازاز ومسحتها مسحه نظيفه. هجيب بقى كيس كده، الورقه دي اهي، كيس كده اهو اللي بلم فيه الحاجات بتاعتي اهو. لمي كل اللي هتقصقص ده، اوعي ترميه، ده كنز، اوعي ترميه اهو. حتى الغطيان والحتت المتقطعه خالص دي اهي، كله في قلب الكيس كده، وبعلقه في مسمار في بقى اخر المطبخ عندي او تحت الحوض كده في حته كده مستخبيه عشان ما تبقاش فيه حاجه باينه. خلاص اهو. ونجمع شويه الحاجات المعتبرين ونبيعهم ونجيب شويه طلبات للبيت. خلاص خليكي كده ست كده ناصحه كده ونشيطه وبتعرفي تجيبي الجنيه من الهوا الطاير. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا نحط هنا، نعمل هنا مرقه الدجاج. برده كنت عامله فيها مرقه الدجاج، برده كانت حلوه جدا ما شاء الله. الواحده بوحدتها كده اهو، تقطعي كده وتيجي حطاها هنا اهو. اقرب بس ايديا وننزلي كده. تقدري تحطي فيها شاي، تعملي 2 جنب بعض شاي وسكر، تعملي 3 شاي وسكر وقهوه. بصي حلوه جدا، اعملي فيها اللي انت عايزاه بجد، حلوه وهتعجبك الفكره، فكره ممتازه حلوه جدا. لو انت مش عايزه تجيبوا منظمات، الفكره دي هي دي ليكي يعني. شايفه اهو، ركبي بس كده حاجتك، خليها شكلها حلو وجميل كده ومنظم. شايفين؟ ادي اول حاجه معانا اهي. خليكي انت هنا على جنب. تعالي نحط في هنا ده مغسوله ونظيفه وممسوحه وكل حاجه زي الفل، بتبرق اهي. خلاص تعالوا نحط فيها شويه شاي اهو، نعملها هنا كده ونحطها شويه شاي، نبقى هنا محطوطه على المطبخ ناخد منها اهو. ونحط لها كمان معلقه، نجيب لها كمان معلقه نحطها فيها اهي، ومعلقه تانية اهي، وتيجي حاطه كده وتيجي عامله كده، وادي كده ايه شاي. خلاص تعالوا بقى نحط السكر ونحط الشعريه، سكر وشعريه. خلي دي للشعريه. تعملي بقى كل الازاز اللي عندك مش اللي انت مش محتاجاها، اعمليها بالشكل ده. وهاتي بقى كده تعالي ضرفه المطبخ وتيجي نازله بيه رص حاجتك كلها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. نقرب هنا كده عشان حبايبنا يشوفوا اكتر. اصبروا عشان اوريكم اكتر اهو. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ده كيس المكرونه اللي قلت لكم بجيبه ب7 جنيه ونص. بسم الله اهو. افتحي منه حته كده، اعملي له بق كده، نزلي منه الشعريه كلها اهو. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. اخدت معانا الكيسين الشعريه اهو. خلاص نيجي قافلين عليها. ادي كمان واحد قمر اهو. يعني عليكي يا بنتي يا ام يوسف، يلا كله يعمل بقى كده. فين وشك وفين قفاكي؟ بس كده. بس انا مش شايفاها، مش شايفه لا وشي من قفا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي بقى كده، يلا بسم الله توكلنا عليك يا رب. سيبي كده اظبطي ايدك. بسم الله. السكر بقى ده كان اكتر حاجه بتخليني كارهه نفسي بجد. كل ما اخش المطبخ الاقي السكريه مقفوله، وسبحان الله ما تعرفوش بيجي لها منين يا جدعان، بيجي لها بتخش لها ازاي؟
اهي ما خدتش الكيلو كله، لكن لو هي كبيره شويه هتاخد الكيلو كله. فدي بجد فعلا هي دي اللي ريحتني، اللي بتاع السودا اللي فيها دي. بس انتهى خلاص. اجي بقى قافله كده. بصي لو عملتي يا نملايه مش هتخشي ولا تقربي من البرطمان بتاعي. استنوا بس عشان شويه يكبوا نعينهم كده اهو. نظبط الدنيا هنا اهو. اقفلي حلو كده بسم الله. كل ما تبقى طويله كل ما تبقى احسن معاكي، بس للاسف انا ما عنديش ازايز اطول من دي. هي دي الازايز فعلا اللي عندي، فقلت اعملها واوريها لحبايبي. لا استنى عشان مش عايز تقفل حلو، علشان خاطر السكر طلع عليها من بره. بس كده بسم الله الرحمن الرحيم. لو في ازايز كبيره زي دي كانت هتبقى احسن كتير كتير. شايفين الجمال؟ هي حتى مطبقه من جوه اهي بسبب لا بس خلاص اتظبطت خلاص الحمد لله. خلاص حبايبي كده وريتكم المنظمات بتاعتي اللي انا بعملها. فكره المنظمات دي تحفه تحفه رائعه اهي. شايفين الجمال؟ ولا اروع من كده اهو. اعملي منهم بقى اللي انت عايزاه، كل الاشكال براحتك، كل الاحجام براحتك برضو. بصي ولا يهمك، دي حاجتك والعبي فيها براحتك بمزاجك كده. وده القمع القمر بتاعنا. خلاص حبايبي اهو. يا رب الفيديو النهارده يعجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك واشتراك في القناه، وتصلي على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتحط لنا لايك حلو من ايديكي. المشي بتاعنا اهو لسه بنعمله، لسه ما نزلش. بعمله في الطريق جاي لكم خلاص، قرب خلاص ان شاء الله. بس انا بقى اليومين دول والله مضغوطه جامد، لان انا عماله بنزل حاجات كتير وفيديوهات كتير عشان خاطر العيد. كل سنه وحضراتكم طيبين. معلش سامحوني لو متاخره شويه في المشي. ان شاء الله هنزله لكم خلاص. انا بفنشه خلاص، جبت الجبنه وبفنشه خلاص ان شاء الله. اول ما خلصوا انزله على طول. يا رب الفيديو يعجبكم بقى. ما تنسيناش في لايك حلو من ايديكي واشتراك ودعوه حلوه من قلبك ولك بالمثل حبيبتي. مع الف سلامه.